بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض بنتكلم عن مودلز. ايه مودلز؟ مودلز معناها افعال ناقصة. طب يعني افعال ناقصة؟ ان عندي اي فعل في الانجليزي ليه تصريف اول ثاني ثالث، تمام كده؟ افعال ناقصة ممكن يبقى لها تصريف اول او ثاني، زي مثلا كلمة will ممكن تبقى what، ليها تالت ملهاش تالت. كلمة may الماضي اسمه might. في بقى افعال ليها اول بس، زي مثلا كلمة must ملهاش تصريف ثاني، ممكن يجيب مثلا مكانها had to في الماضي، تمام كده؟ بس had to دي الماضي بتاع have to و has to، مش كلمة must خالص. فدي افعال ناقصة ليه؟ لانها ما بتكملش لغاية اخر معنى، يعني منها تصريف اول بس، في تصريف اول وثاني ملهاش تالت وهكذا، تمام؟ الجزء اللي بعد من كده وبرضه ناقصة، يعني ايه؟ عشان ملهاش معنى بمفردها. اول فعل معانا كلمة must نفيها mustn't. must بتعبر عن الالزام والوجوب. مثال: Students must follow the school rules. التلاميذ لازم يتبعوا القواعد المدرسية. People mustn't smoke in hospitals. الناس لا يجب أن تدخن في المستشفيات. فإحنا بنستخدم must و mustn't عشان نعبر عن حاجات اللي بتعبر عن الضرورة والتحريم أو المنع. بتكون من الجملة. في حالة الضرورة بيجيب فاعل must مصدر الفعل. We must listen to our teachers carefully. جبنا فعل مكان زي مصدر. في حالة التحريم والمنع بنفي must تبقى mustn't. فعل mustn't زائد ايه؟ مصدر الفعل. You mustn't park your car here is not allowed. الفعل اهوت زائد mustn't زائد مصدر الفعل برضه. نلاحظ ان كلمة mustn't ممكن تيجي مع بعض العبارات ايه في الجملة، زي مثلا كلمة ايه؟ it's forbidden غير مسموح او ممنوع او محظور. banned not allowed against the law ضد القانون. دي كلها تعبيرات بتعبر عن ايه؟ التحريم والحظر والمنع. هذا السؤال بسأل بإيه؟ بسأل must زائد الفاعل زائد مصدر الفعل. Must we be quiet in the library? Yes we must. في حالة بسأل باستفهام يبقى استفهام مناسبة زائد must أو mustn't على حسب معنى الجملة، زائد فاعل زائد برضو إيه؟ مصدر الفعل. What must we do? You do at the museum. We must follow the rules. بعد كده هنا يجيب لي جملة اهوت أو اتنين. بيقول لي we must touch the animals at the zoo. It's forbidden. إنه ممنوع. ممنوع، فيجيب اذا ايه؟ كلمه mustn't مباشره على طول mustn't. we must respecting our neighbors. قلنا قبل كده must بيجي بعدها ايه؟ المصدر من كلمه respecting هتبقى ايه؟ respect. نشيل بس الاي ان جي دي اخرها تي. بعد كده shouldn't. should معناها ينبغي ان، shouldn't معناها ايه؟ ينبغي الا او لا ينبغي ان. we should visit our grandparents as a weekend. people shouldn't tell lies. بس انا شو امتى؟ لو انا بعبر عن اشياء بتعبر عن نصيحه، تمام كده؟ او حاجه يعني من المستحسن نفعلها. بيتكون من ايه في جمله مثبته؟ بيتكون من الفاعل مهما كان نوعه should مصدر الفعل. وشود هنا ايه؟ لان هنا سايلنت لا تنطق. should مش should، تمام؟ we should help poor people. في النفي فاعل shouldn't زائد مصدر الفعل. you shouldn't say unkind things. فجبت هنا فاعل زائد shouldn't زائد مصدر الفعل. في حال السؤال بس بشوت فاعل مصدر. should you have a rest? yes we should. no we shouldn't. بس مع جملة زائد الفاعل زائد مصدر الفعل. what should you do at the library? we should be quiet. بعد كده can و can't. can't معناها يستطيع، can't معناها لا يستطيع. can و can't ممكن اجيبها للتابع عن ايه؟ الاستئذان، تمام كده؟ You can watch TV when you finish your homework. ممكن تشاهد تلفزيون لما تخلص الواجب بتاعك. You can't use the brush. It's your sister's. ما ينفعش تستخدم هذه الفرشاة أو هذا المشط لأنه إيه؟ لأنه ملك أختك. التكوين بيكون من إيه؟ في حالة الإثبات بجيب حاجة اسمها الفاعل مهما كان نوعه برضه زي can زي بمصدر الفعل. You can change the settings. I can use the tablets أو my tablet. في حالة النفي بجيب فاعل can't مصدر الفعل. My brother and I cannot or can't. على فكرة can't تخسر كلمة ايه؟ cannot. play before finishing our homework. أنس cannot can't go out now it's raining. في حالة السؤال بس بحاجة اسمها can فاعل مصدر كده
my friend's mom. Can Magid watch videos on your phone؟ بس بقى استفهام كان أو كانت حسب معنى جملة، فاعل مصدر الفعل. What can we do after school؟ My sister can't هنا قلنا دي بعدها ايه مصدر الفعل، فنشيل الاي ان جي من كلمة playing دي تبقى play بس play B-L-A-Y. Video games now. Where are my keys؟ أين مفاتيحي؟ فهو مش لاقيهم، هو لا يستطيع أن يراهم، لا يستطيع تبقى can't. فأنا بختار can أو can على حسب معنى الجملة قدامي. I can't find them مش قادر ألاقيهم. بعد كده choose اختار. You wear a seat belt when you drive. تلبس حزام الأمان وأنت سايق عربية مثلا ولا حاجة. هقول طبعا عشان ده طبعا إيه من ضمن القوانين والإلزام تبقى must. بعد كده آدم you shouldn't لا ينبغي أن ليه عشان ياكل طعام الطعام السريع لأنه إيه غير صحي فجيب إيه مش should. بعد كده boys يا أولاد you should take your umbrella it's raining. تاخدوا معاكم الشمسية عشان هي دلوقتي إيه بتمطر. بعد كده بليز ادام قال بليز كده بتعبر عن الاستئذان فجيب السين حاجه اسمها ايه كان. طارق must take photos in the museum is forbidden انه ممنوعه تبقى mustn't طبعا. sorry اسف you mustn't park here you are not allowed to do that انت مش مسموح لك تعمل حاجه زي كده يبقى ايه mustn't. we bring our books to class every day تبقى we must لازم نجيب معانا كتب بتاعتنا كل يوم في المدرسه. you cross the road when the light is red لما يكون الإشارة حمراء تبقى إيه؟ طبعًا mustn't ما ينفعش تعدي الإيه؟ الطريق والإشارة حمراء بالنسبة لك. بعد كده you make noise in the library تبقى mustn't. هنفي بس إيه؟ must أخليها إيه؟ mustn't. M-U-S-T-N-T. بعد كده S-H-O-U-L-D. بعد كده user المستخدمين can read the privacy policy ست الايه خصوصيه تبقى can. you mustn't smoke in petrol station ما ينفعش تدخن في الايه لا يبقى تدخن في محطه البنزين ممكن تعمل ايه يحصل حريقه بسبب السيجاره دي تبقى mustn't. Must I bring my own laptop to the class? Yes you can. فالسؤال هنا بادئ بايه؟ بادئ بكان عشان الاجابه هنا كان. بعد كده please dad where can I use عشان كان بيجي بعدها I زي تفهم مصدر الفعل use. You shouldn't wash your hands before eating. You should لازم طبعا ايه تغسل ايديك. Be careful احترس. You must cross the road now. There are lots of cars. يوجد كثير من السيارات على مدى الطريق اهيت طبعا ما ينفعش تعدي الطريق تبقى mustn't. M-U-S-T-N بصرف. بعد كده find the mistakes أوجد الخطأ وصححهم. هنا بقول ايه you must to water طبعا must اللي بعدها مصدر فعل مباشرة تبقى ايه نشيل دي خالص تبقى must water على طول. You must forget to lock the garden gate. يجب أن تنسى أن تقفل باب الايه الحديقة طبعا ما ينفعش ننسى تبقى mustn't. هنفي بس in apostrophe T mustn't. It's sunny جو مشمس so we can't stop watering the plants. تبقى stop بس ما ينفعش نوقف تري الايه النباتات بتاعتنا مثلا ايه تجف وتموت. Students must be quiet in the class. must be عشان must بيجي بعدها ايه مصدر الفعل. You shouldn't listen to your teacher's advice. المفروض تبقى ايه should لازم تستمع لكلام ايه معلميك should. بعد كده الجزء الثاني من القاعده بيتكلم عن حاجه اسمها connectors. يعني connectors دي اسمها ادوات ربط. دي كلمات بتستخدم لربط الجمل ببعضها او ربط الكلمات ببعضها. مثال while والthough وeven though دي كلها بتعبر عن التناقض. تمام ممكن تيجي في اول الجمله ممكن تيجي ايه في المنتصف. في حالة لو جت الكلمات دي جت في اول الجمله يبقى اول جمله بعد كده كوما بعد كده الجمله الثانيه. اما في حاجه جت في نص الايه في منتصف الجمله الجمله الاولانيه اهيت الجمله الثانيه ما فيش اي ايه كوما خالص.
بعد كده هنا بقول ايه although he is rich he isn't happy بالرغم انه ايه غني برضه مش سعيد. she passed the exam although she didn't study much هي نجحت في الامتحان بالرغم انها ايه ما ذاكرتش بشكل جيد. while I enjoy swimming I don't like swimming in the sea بينما كنت بستمتع بالسباحة ما كنتش بحب السباحة في البحر. I wake up early while my whole family stay asleep for long أنا بصحى بدري بالرغم من إن عيلتي كلها ما زالت نائمة لمدة طويلة. even though بالرغم he is strong he can't lift the box بالرغم إن هو قوي جدا مش قادر يرفع الصندوق دوت. they kept playing football even though it was very hot يعني فضلوا يلعبوا كرة قدم بالرغم إن كان الجو حر جدا. هنا إن while و although و even though ممكن تأتي في أول الكلام وممكن تيجي في المنتصف تمام كده ولازم يجي بعدها ايه جمله كامله على بعضها يعني فعل بدايه جمله تمام. الجزء اللي بعد من كده on one hand on the other hand الكلمتين دول لازم يجوا مع بعض في نفس الوقت تمام كده بيعبروا عن ايه نستخدمهم ليه للتعبير عن التوازن. انا مثلا دلوقتي بعرض مثلا ايه رايين مختلفين او وجهه نظر مختلفه تمام كده فبجيب الراي والراي الاخر تمام كده. مثال on one hand من ناحيه بقول رايي on the other hand الناحيه الاخرى والراي الاخر. مثال تاني on one hand I want to play outside من ناحيه انا عاوز العب بالخارج. on the other hand I have homework to finish عندي برضه واجب لازم اخلصه دي الناحيه الاخرى. فانا بعرض الراي والراي الاخر بعرض مثلا نظريتي والنظريه العامه او النظريه الايه المضاده تمام بعرض نظريتي والنظريه المضاده ليه. فلازم لازم يكون الموضوع او جملتين يكون ايه ليهم صله ببعضهم تمام ليهم يكون نفس ايه ليهم صله بنفس الموضوع. ما ينفعش يكون مثلا دي فكره ودي فكره تانية اخرى خالص بتتكلم عن حاجه تانية خالص. دي مثلا بتتكلم عن مذاكره ودي مثلا بتتكلم عن الرياضه. لازم يكون ايه الاثنين يكونوا متصلين ببعضهم ولازم برضه يكونوا ايه متتاليين. ما ينفعش مثلا اعكس الجمله عشان ايه ممكن يحصل لبس في الفهم المعنى. فلازم يكون ايه ماشيين بالترتيب on one hand الناحيه الثانيه on other hand او on the other hand تمام. مثال تاني on one hand watching TV is relaxing on the other hand it can waste a lot of time من ناحيه مشاهده التلفزيون ده شيء مريح جدا ومن الناحيه الاخرى ممكن يضيع كثير من الوقت. ايه اللي بيضيع كثير من الوقت مشاهده التلفزيون. فالاثنين بيتكلموا عن نفس الموضوع نفس الحاجه. on one hand social media help students know a lot of things من ناحيه وسائل التواصل الاجتماعي ساعد الطلاب انهم يعرفوا حاجات كتيره جدا. on the other hand social media can waste time من ناحيه اخرى هي online is easy من ناحيه دراسه على الانترنت سهله. on the other hand it can be hard to focus at home الموضوع ممكن يبقى صعب لو انت بتذاكر مثلا في البيت وجنبك مثلا ايه اي ضوضاء تمام. بعد كده choose اختر اول جمله بتقول ايه بقى it was raining we went outside. هجيب كلمه بتعبر عن التناقض هجيب كلمه ايه although دي عادة تنفع هنا. بعد كده طيب بعد كده technology helps us on the other hand يبقى ناحيه ثانيه ايه on one hand ادام لمحت on the other hand ديت الناحيه تبقى كلمه ايه on one hand ماليش دي ولا دي تبقى though even though although while. هنا مثلا ما لمحتش ولا ايه on one hand ولا on the other hand فاجيب ايه كلمه while. on one hand technology is useful تبقى on the other hand. even though بعد كده they not rich they always help others برغم انهم مش اغنياء بيساعدوا الاخرين دي طبعا تناقض بكلمه ايه كلمه also. on one hand اما الناحيه الاخرى تبقى ايه on the other hand. بعد كده the food looked good it didn't taste great تناقض يبقى even though اكل شكله لذيذ شكله جيد بس هو مش لذيذ برضه. بعد كده تناقض برضه while he didn't sleep well he went to school early بالرغم انه ما نامش ايه بدري وما نامش بشكل جيد وبرضه راح المدرسه ايه بدري برضه عادي. on one hand ما احنا ايه on the other hand my brother liked pizza while ايه كده طبعا تناقض while. on one hand ما احنا تبقى اسمها ايه on the other
hand. The cake was delicious while. Invite him although he was rude. بالرغم انه كان ايه وقح. قليل الادب شويه معاه. We walked to school while it was snowing. بالرغم انها كانت ايه تمطر ثلج. I listened to her while I am busy. بالرغم اني كنت ايه او بينما كنت ايه مشغول. بس انا معناها بالرغم يعني. They stayed quiet although we went to the trip. خليها مرة بقى even though. On the other hand ما ينفعش ابدا بيها تبقى المفروض ايه on one hand. on one hand. الناحية التانية تبقى on the other hand. On one hand they played well تبقى on the other hand.